بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دي البسبوسه من مطبخنا. لو عايزه تعرفي الطريقه بالمقادير استنينا بعد الفاصل، وما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. يلا استنينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يوم جديد من يومياتي انا وجوزي في المطبخ. معاكم منى وايهاب. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا في الدنيا السعيده. اهلا في التلج. كان معانا اخت من ايطاليا اسمها ام دعاء. انا وزوجي كانت طالبه مننا البسبوسه، واحنا في الريفيو بتاع مستلزمات العتبه وعدتها ان احنا ان شاء الله هنعمل البسبوسه، ومكوناتها سهله جدا وبسيطه. ونقول بسم الله. دي مقادير الشربات: كوبايه ونص ميه، وكوبايه سكر، ونص ليمونه، ومعلقه عسل جلوكوز. بدل العسل الجلوكوز ده ممكن نستعمل عسل نحل. انا بجيب العلبه دي من العتبه او من اي مستلزمات حلواني ب 14 جنيه، كانت ب 10 بقت ب 14. نركن بقى مكونات العسل اهو تاني. الشربات بتاعها: كوبايه سكر، كوبايه ونص ميه، ونص ليمونه بعد الغليان، ومعلقه كبيره عسل جلوكوز. ممكن نستغنى عنه وممكن نحط بداله عسل نحل. تمام كده؟ تمام. نقول بقى مكونات البسبوسه نفسها. ده نص كيلو دقيق سميد، ممكن تستعملي الاكياس عادي جدا جدا، ونص كوبايه سمنه، نص كوبايه زبادي، معلقه كبيره عسل جلوكوز، معلقه جوز هند، ومعلقه سكر بودره، ومعلقه بيكنج باودر، معلقه صغيره مش كبيره. هنقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا. نحط السمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. السمنه تكون نوع جيد، بس لا مش لازم معلقه، انا هعمل بايدي. ماشي. ونحط الزبادي. بسم الله. كله على بعضه. نحط بسم الله بسم الله. نحط جوز الهند، ونحط سكر البودرة، وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا في المرحله دي بقى بحب اكلها كده، ما بحبش قبل ما احط البيكنج باودر، بحب اكلها كده. مش عارفه مين فيكم بيحب ياكل زي حركات الكيك كده. هتدوق. بص، هي مش محتاجه اي سوائل تاني معانا خالص، هي البسبوسه ما تبقاش خفيفه. افرط بس السكر البودره. يعني هي بتبقى عايزه تقلب شويه بس عشان ايه؟ لحد بس المكونات تختلط ببعض اهي. بالظبط كده. بصوا، ما احتاجتش اي سوائل تاني. هنحط بقى البيكنج باودر. بسم الله. في ناس مش بتستعمل البيكنج باودر، شويه بس سمنه. في ناس مش بتحب تستعمل البيكنج باودر. بعد اذنك يا ابشر دول. بس بصراحه انا جربتها من غير بيكنج باودر، لا بتعجن، يعني بتبقى من جوه مسكوعه كده. طيب، فايده العسل اللي جوه اللي هو العسل الجلوكوز ده ايه فايدته جوه؟ بيخليها تدي اللون البني للبسبوسه وهي في الفرن. بس كده خلاص. الفرن بتاع العيش الافرنج بيحطوا على الدقيق عسل، صح؟ ايوه، بيحطوا العيش الشامي. عيش شامي. ده بايركس معانا هنا، دهنا سمنه، دهنا الطروف بتاعته. متقلقوش خالص من البايركس، مش هيفرقع ولا حاجه. بسم الله. ننزل بقى بالبسبوسه. انا بس هروح اغسل ايدي وهبلها علشان اعرف افرد البسبوسه دي هنا في قلب الصينيه، وهوريكم هعملها ازاي. علشان تبقى مفروده لازم ابقى بله ايدي بس شويه ميه. هروح بقى اغسل ايدي وهجيلكوا تاني. يلا استنوا. ورجعنا تاني. انا حطيت هنا الطبق فيه شويه ميه، واهي بليت ايدي اهي ببل. هقول بسم الله وهبدا افرد. تقدري في المرحله دي تحطي هنا مكسرات زي ما انت عايزه، بندق، لوز، اي حاجه انت عايزاها براحتك خالص خالص خالص. بس كده هنكمل بقى الفرد بتاعها. انا بس قلت لكم الفكره. احنا هنبل ايدينا شويه ميه وهنفردها كده وهنبططها. هسوي بقى الوش كويس وهدخلها الفرن على درجه حراره 180 من فوق وتحت. هتقعد حوالي تلت ساعه ان شاء الله.
ما يبقاش الفرن سخن قوي، بس عشان تبقى بتستوي كده براحتها وتاخد اللون البني من تحت ومن فوق. لو الفرن بتاعك ما بيشتغلش من تحت ومن فوق هتشغليها ربع ساعه من تحت لحد ما الطروف من هنا بس كده هتبقى لونها بني، وبعدين تبداي تشغلي عليها الشوايه. يلا اروح بقى احطها في الفرن وهحط العسل على النار وهجيلكوا تاني ان شاء الله وهوريها لكم بعد ما تخرج من الفرن. يلا استنونا. ورجعنا بعد ما البسبوسه طلعت من الفرن، هي طبعا لسه سخنه والعسل بتاعنا اهو. بسبوسه ايه ما شاء الله سخن برضو. هنقول بقى بسم الله. لازم الاثنين سخنين يا شيف عشان الاثنين يشتغلوا مع بعض. سخنين. هنقول بسم الله ونبدا نسقي. بصوا اول ما تبدا البسبوسه تشرب منكم كده تعرفوا ان هي ناجحه. بالظبط كده، مش كبسه. بصوا بتشرب بسرعه ازاي. اللون بتاعها ده حلو، ما تسيبوهاش فاتحه اكتر من كده، يعني لازم لو اغمق من كده كمان شويه تبقى كويسه جدا على فكره. انا خفت اغمقها اكتر من كده تقولوا عليا ان انا حرقاها، بس هو الصراحه الصح تبقى اغمق من كده. انا بس عايز البتاع ده بارد ولا سخن؟ ايه ده بقى؟ البتاع ده ايه؟ البتاع ده سخن؟ سخن مولع طبعا. سخن. كنت عايز ارفعها لفوق بس ما ازاي؟ سخنه. انا بس هحط كده بايدي اشوف العسل. هي من الناحيه دي كويسه، من الناحيه دي هو بصوا اهي كوبايه ونص العسل بتوعنا، كوبايه الميه قصدي، كوبايه ونص سكر. بصوا حتى ابتدت تشرب بجد. لو لاحظتوا بقى ان هي خلاص كده اللي فاتت كده انا حاولت ان انا اخد لون البسبوسه عشان تبان عندكم الغماء بتاعها. ايوه هي اهي ده لون البسبوسه من تحت. بس خلاص سيبيها تمام. ده لون البسبوسه. ما تخافش هي ماسكه اصلا، باينه اهي استوت من تحت. انا عاملاها ببايركس عشان تبان. انا عندي على فكره صواني البسبوسه اللي عامله زي بتاعه المحلات كده. الكاميرا اصلك بتاخد من اضاءه المكان، فالاضاءه عاليه فبتروح مديها وش ابيض. ماشي. انا بقى مش هقطعها دلوقتي خالص، انا هسيبها تبرد خالص. احنا دلوقتي تقريبا حوالي الساعه 10 بالليل. لو فضلنا قاعدين لحد صلاه الفجر هصورها لكم. لو ما قدرناش نقعد للفجر يبقى ان شاء الله هصورها لكم بعد يعني الصبح لما نصحى من النوم ان شاء الله، بعد ما تبرد خالص. مش هندوق ولا ايه؟ لا مش هندوق لحد ما الناس تتفرج عليها بس. لو الله هنتذنب علشان لو اتقطعت سخنه لازم تبرد خالص. واحنا اصلا في الشتاء والجو النهارده تلج يعني ساعتين ولا حاجه. ايوه لو قعدت ساعتين او 3 ربنا يسهل يعني وكملت ومحدش لعب فيها بالمعلقه كده. انا عارفه بالظبط ولا محدش جه هنا. محدش جه هنا. انا بس استنوني بقى اوريها لكم في التقديم بعد ما تتقطع من جوه هتكون شكلها ان شاء الله. انا بس لا هات البسبوسه بقى. يلا. بعد ما البسبوسه بردت خالص اهي خلاص. بصوا بقى انا بحب اقطعها بالقطاعات اللي هي بتاعه السابليه. عايزه تقطعيها بالطريقه تعجبك مربعات كده، عايزه تطلعيها من الصينيه زي ما انت عايزه، بس انا بحب اقطعها بالقطاعه دي بتدي شكل احلى. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا. البسبوسه بتاعتنا ايه رايكم؟ يا رب ان شاء الله تعجبكم ان شاء الله وتبقى بصوا مقاديرها من جوه جميله جدا. وانا هعمل لكم بس حته من هنا اهي. بصوا طريه وجميله جدا جدا وهشه وزي الفل. دي طريقه البسبوسه، يا رب تعجبكم ان شاء الله باذن الله. واستنونا في فيديوهات تانية كتير ان شاء الله باذن الله. وهنستعد بقى مع بعض رمضان بالحلويات الشرقيه. احنا عاملين بلح الشام وعاملين شويه حاجات حلوه كده كتيره جدا. يلا استنونا في فيديوهات تانية والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.